واتساب عليكم يا يوتيوبيين ويوتيوبيات، واهلا بكم في حلقه جديده من سلسله حلقات ستيرويد اند شيت. اتكلمنا في اول حلقتين عن التستوستيرون والاستروجين الطبيعيين في جسم الولد والبنت. النهارده هنتكلم عن ثالث هرمون وهو البرولاكتين. البرولاكتين زيه زي اي هرمون بيتفرز من البيوتيوتري جلاند اللي هي الغده النخاميه في الدماغ. طيب البرولاكتين ده بقى لازمته ايه؟ بيعمل ايه بالظبط؟ من اهم مهام وخصائص البرولاكتين ان هو بيدي اشارات انه يكبر الغدد بتاعه الصدر، وده طبعا بيكون عند الست وموجود برضو عند الراجل، بس هو موجود عند الست بنسبة أعلى بكتير عن الراجل بنسبة قليلة جدا 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 لا تذكر تقريبا يعني. وبرضه هو اللي بيدي الإشارة إن الصدر بتاع الست يكبر شوية كمان وهي حامل، وده بيكون علشان الصدر يقدر إن هو يشيل كمية اللبن اللي ربنا كاتبها للست دي. وبرضه هو الهرمون اللي بيدي الإشارة إن الصدر يبدأ إن هو يكون اللبن، عشان كده البرولاكتين بيكون عالي جدا في الستات الحوامل وبعد ما بيولدوا كمان. بس برضه بيكون في الستات الحوامل والستات اللي هم خلفوا بيكون عالي برضه بنسبة طبيعية، مش عالي جدا، لان البرولاكتين لما بيعلى جدا بيكون فيه سايد افكتس واعراض جانبية مش حلوة. طب ايه الحاجات اللي ممكن تعلي البرولاكتين للنسبة اللي فوق الطبيعية بتاعته؟ في عندنا كذا حاجة. أول حاجة برولاكتينوميا اللي هي بنيجن نون كانسرس تومرز، اللي هي بتكون خلايا مش مسرطنة بتتكون، الله اعلم بتتكون ليه، دي ليها اسبابها الخاصه يعني، ودي اللي بتجبر الغده انها تفرز برولاكتين زياده عن الحد الطبيعي. تاني حاجه ادويه معينه بتحفز استخراج البرولاكتين من الغده بتاعته، ومن ضمن الادويه او من ضمن بتاعت الدروجز او المخدرات عامه يعني الستيرويدز، وده اللي هنيجي له كمان شويه. طب ايه تاني ممكن يسبب علو البرولاكتين؟ مشاكل صحيه زي مشاكل في الكلى، هايبرثايروديزم اللي هو بيكون الغده اللي مسؤوله عن الحرق بتشتغل بنسبه اعلى من الطبيعي، او اندر اكتيف ثايرويد اللي هي بتكون الغده نفسها مش شغاله بالنسبه للطبيعي، بيكون تحت الطبيعي. طيب ايه تاني؟ ممكن خلايا تانية بتتكون جوه البيتيوتري جلاند اللي هي الغده النخاميه دي، برضو بتبقى مش مسرطنه، ممكن تسبب علو البرولاكتين. نيجي بقى للمنطقه بتاعتنا الستيرويدز. ايه الستيرويد اللي بيسبب علو البرولاكتين؟ عندنا اتنين، عندنا التريمبلون وعندنا النانجرولون اللي هو الديكادرابلين اللي هو بالمصري ديكا، انجكين ديكا وهرمونات. الاثنين دول بيتحطوا تحت مسمى الهايبربرولاكتينيميك. يعني ايه؟ الاثنين دول بيتسببوا في ان البرولاكتين يعلى عن الحد الطبيعي بتاعه. بس انا في نقطه، التريمبلون والديكا الاثنين دول مستخرجين من الهرمون البروجستيرون اصلا. ايوه، طب يعني عايز ايه؟ البروجستيرون اصلا بيمنع البرولاكتين في الجسم. الله، طب يعني ايه التريمبلون والديكا بيزودوا البرولاكتين بس هم مستخرجين من البروجستيرون، بس البروجستيرون بيمنع البرولاكتين؟ الكلام مش ماشي مع بعض. والله دي حاجة لحد النهاردة العلماء أو الأبحاث في الموضوع ما قدرتش إنها تحددها. كل مستخدمي الهرمونات والمنشطات على مدار السنين قالوا ان اللي لما بياخدوا تريمبلون ولما بياخدوا ديكا ده بيزود لهم نسبة البرولاكتين عندهم. طب هما بيعرفوا منين؟ البرولاكتين لما بيزيد عند الراجل حضرتك بيبدا ان هو يطلع لبن من الحلمات زي الست بالظبط، فبيبدا ان هو يعرف. غير ان بيبقى في حاجات قبلها بيكون عارف منها، بس ده زي التاكيد لما بيبدا يطلع لبن من حلماته بيعرف ان هو كده عنده برولاكتين عالي، بيروح يحلل بيلاقيه فعلا ان هو عالي. ودي حاجه متفق عليها ان الديكا والتريمبلون الاتنين دول بيعلوا البرولاكتين بشكل مش طبيعي. فلسه احنا مش قادرين نحدد، او لسه العلماء والابحاث مش قادره تحدد هم ازاي الهرمونين دول مستخرجين من البروجسترون اللي هو المفروض ان بيمنع البرولاكتين من الجسم او بيوقفه، بس في نفس الوقت هم بيعلوا البرولاكتين. عامل بالظبط زي الانادرول. الانادرول اللي هو الحبوب اللي بيتاخد وقت البلك. الانادرول ده المفروض ان هو مستخرج من الداي هيدرودستيرون، والداي هيدرودستيرون ما بيتحولش لاستروجين، ما بيتعملوش اروماتيزيشن، مش بيتقرمط يعني. دي الكلمه اللي بالعربي بتاعت الداي هيدرودستيرون، ما بيتحولش لاستروجين. بس في نفس الوقت مفيش حد على وجه الكوكب اخد انادرول الا واشتكى من ان هو بيتحول لاستروجين، بيبدا مثلا يجيب جاينو، بيبدا ان هو يعلي في الميه في الجسم، يبدا ان هو يخزن فات وهكذا. فدي برضو حاجة لسه العلم والأبحاث مش قادرة تحددها، منين الأنادرول مستخرج من الدايهيدروتستوستيرون ومنين بيتعمل له اروماتيزيشن يتحول لاستروجين. فنفس الموضوع لسه مش مفهوم. بس احنا عندنا دلوقتي موجود قدامنا ان تريمبلون ديكا لما بيتاخدوا بدوسز معينه ما بيتاخدش معاهم انهبيتورز، الحاجات اللي بتوقف البرولاكتين، البرولاكتين بيعلى. طيب احنا خلاص اخدنا تريمبلون او اخدنا ديكا واخدنا دوس عاليه واكتشفنا البرولاكتين عالي عندنا، ايه اللي ممكن نعمله عشان نقلله؟
طبعا اول حل سلمي انك تقلل الدوز، تقلل الجرعات بتاعتك. طيب قللناها ولسه مفيش فايده، او مش حابب اقللها لاي سبب إن كان، يبقى ناخد حاجه بتمنع البرولاكتين انه يعلى، انهبيتور. وهنا عندنا ايجنت يخش اسمه كيبرجولين او كيبر. كيبر ده من احسن الادويه اللي بتتاخد علشان تمنع البرولاكتين من ان هو يعلى. خلي بالك مهم جدا ان البرولاكتين عندك ما يعلاش، بالذات وانت على سايكل، لان اصلا البرولاكتين في حد ذاته بيقلل من نسبة التستوستيرون. فانت بتبقى بتعمل حاجة عكس اللي انت مستهدفها. انت بتعلي التستوستيرون في جسمك مع السايكل اللي انت بتاخدها، بس في نفس الوقت البرولاكتين لو عالي عندك هيوطي التست، الدنيا هتبقى بايظه. غير طبعا بقى اللبن من الحلمات وشويه سايد افكتس تانية، فمالوش لازمه. فانت عايز تلحق نفسك، حاول اصلا من الاول انك ما توصلش للمرحله دي. فرضا لسه بتتعلم غلطت، او الكوتش اللي معاك غلط، او مش فاهم قوي ايا كان، وعلي عندك، تدخل كبر وتقلل الدوز شويه لحد ما الدنيا تتظبط عندك. طيب ايه الدوز الكويسه اللي تبدا بيها من ناحيه كبر؟ عندك من ربع لنص مللي جرام في الاسبوع كبدايه، وتبدا تتست الموضوع، تشوف ايه الدنيا لما تعمل التحاليل، او لما تشوف كده في نفسك في اي تغييرات. لو الدنيا تمام ما تعليش عن كده. طيب لقيت ان لسه لا محتاج، ممكن تزق سنه، بس ابدا بربع وشوف ايه الدنيا. لقيت ان مفيش قوي، علي النص. اعتقد انك مش هتحتاج اكتر من نص، الا بقى لو انت بقى واحد بروفيشنال بودي بيلدر بقى، وبتاخد 1500 مللي جرام تستوستيرون في الاسبوع على 1000 ديكا، او مثلا 600 ترمبلون، ساعتها بقى يبقى الموضوع مختلف. بس يعني الطبيعي من ربع لنص. تبدا بربع وتشوف الدنيا، مفيش اي اختلاف او مفيش اي افكت تطلع لنص، بس في الغالب ربع او نص هيشتغلوا معاك. وبس، ودي كانت كل حاجه عن البرولاكتين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لي ثامبز اب، اعمل سبسكرايب للقناه، علشان انت كده بتدعمني ان انا انزل لك فيديوهات كل يوم، وبتدعمني ان انا اكمل سلسله الهرمونات دي عشان يبقى عندك علم بيها كفايه. واعمل لايك واعمل شير، واشوفكم في الحلقه اللي جايه ان شاء الله.